خلينا دلوقتي نقول ان انت باي طريقه كانت اتعرفت على البنت دي وخدت مثلا الاكونت بتاعها، او خدت مثلا رقمها او كده، او هي معاك في الشغل وبقيتوا تتكلموا وايه، والموضوع بقى سمح ان هي البنت دي هتقدر تتواصل معاها. ماشي دلوقتي عايزك انت دلوقتي، انت سواء تواصل معاه، انت خدت الاكونت او كده، عايزك تظبط الاكونت بتاعك. يعني انت مثلا خدت الانستا بتاعتها وبقت معاك على الانستا، تكلموا منها، هي هتعرف مثلا تروح تخش البيت من بابه امتى، فاهم؟ لسه الامور دي انا هاجي لها دلوقتي، بس انا عايزك الاول تبقى انت مظبط البروفايل بتاعك. يعني صور ليك، يبقى عندك صور بتحكي عنك، بتتكلم عنك، هي صور مثلا وانت في الجيم، احنا خلاص بقى انت اتفقت ان انت راجل كنت بتنزل الجيم، صور ليك وانت في الشغل، صور وانت مسافر هنا وانت هناك، يبقى فاهم علشان الموضوع يكمل. لان هي ممكن بس عجبتها الطريقه اللي انت دخلت بيها، ممكن هي بس كانت معجبه، يعني لو هي ما كانتش معاك في الشغل ممكن هي بس عجبها شكلك او كده، بس هي ممكن تيجي تقفل منك بعد كده، فاللي هي تقول لك لا والله ده ما فيش نصيب، او خلينا اخوات او كلام من ده. فانا عايزك تبقى انت مظبط بقى كل حاجه قبل ما كده، عشان لما تخش تاخد يعني يبقى نسبه اللا قليله جدا. موجوده طبعا في كل الحالات، انت ممكن تبقى عامل كل ده وتقول لك لا، حتى لو شكلك حلو او شكلك وحش مش فارقه، لكن انا عايز نقلل جدا نسبه ان انت يتقال لك لا، عشان انا عارف الرفض من اكتر الحاجات اللي بتوجع الانسان، سواء اترفض في شغل ولا اترفض في علاقه او اترفض في اي حاجه، الموضوع ده عارف ان هو بيوجع. ماشي، فانا عايز اقلل نسبه الرفض علشان ما تتوجعش. فانت تبقى مظبط الاكونت بتاعك، كاتب بايو كويس، عندك صور حلوه، صحابك كويسين، ما تبقاش داخل ضايف 500 بنت، علشان هي ممكن برضه هتيجي تخش تلاقي يا عم ده ايه ده عنده جوه كوكب الزمردة.